انت نايم من امبارح. قوم اصحى عشان تاكل حاجه. أمي يا حبيبتي سيبيني، انا تعبان قوي نفسي انام. لا مش هسيبك. قوم يلا. قوم بقى يا بيبي يلا. قوم بطل كسل. يا ماما حرام عليكي بقى. حرام عليكي، الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده ولا ايه؟ ايه ده يا عمر؟ في ايه؟ ايه اللي حصل في وشك؟ ايه يا ماما خضتيني. مفيش حاجه، ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش. ما خافش ازاي يا حبيبي؟ ده انت وشك متشلفط على الاخر. في ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ ولا حاجه يا ستي. الناس ثبتوني وانا خارج من البنك، افتكروني خارج بفلوس، خدوا مني الموبايل وخدوا مني فلوس كمان. ربنا ينتقم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله انها جت على قد كده، ما تقلقيش يا حبيبتي خلاص. طب قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي يلا. قوم عشان انا عامله لك الاكله اللي انت بتحبها. اوبا. شكلك عامله لي مكرونه بشاميل صح؟ صح يا نور عيني. قوم. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. يخليك ليا يا حبيبي. طب عارفه اكتر حاجه بتعجبني فيك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ذكائك وثقتك بنفسك. طبعا يا ابني، قالوا العلماء في علم النفس سر نجاحك الثقه بالنفس. يا واد يا جامد انت. طب عارفه يا سلمى، انا بجد من قلبي بتمنى لك ايه؟ ايه يا رب؟ يبقى عندك اكبر بيت ازياء في العالم، يعني مثلا زي كوكو شانيل. لا طبعا، يبقى انت كده لسه ما فهمتنيش على فكره. ليه؟ عشان انا ما يفرقش معايا الفلوس والشهره والحاجات دي. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان ابقى مقتنعه بالشغل اللي بعمله وابقى ناجحه فيه. ان شاء الله يحقق لك كل اللي بتحلمي بيه يا حبيبتي. من بقك لباب السما يا رب. بس عارف انا مستغربه يعني شويه انك مش غيران ان انا ممكن في يوم من الايام ابقى ناجحه زيك. ده يوم المنى. اولا لانك حبيبه قلبي، ثانيا لان انا كمان عندي طموح، وانت فكرك انا عايز ابقى ظابط عادي كده؟ انا بحلم ابقى في يوم من الايام وزير الداخليه. لا واضح ان طموحاتنا مختلفه خالص. يمكن، بس الهدف واحد، اننا ننجح ونعيش حياتنا من غير سقف ولا قيود. بحبك. وانا بموت فيك. بحبك. امك في الحمام قاعد بخبط عليها ما بتردش. في سؤال محيرني وعاوزك تجاوبني عليه يا صديق بيه. خير يا محروس؟ هو انت صح عمي؟ اتجننت يا قد؟ وليه ما تقولش اني عجلت وشلت الغمامه اللي على عيني؟ ايه الكلام الماسخ ده؟ ريح قلبي، ريح قلبي ورد على سؤالي. طبعا عمك اخو ابوك من دمه ومن لحمه. قلبك ارتاح دلوقتي؟ امال ليه ما حسيتش انك عمي؟ انا عملت ايه فيك عاد عشان تقول كده؟ دي جزاتي يا محروس، ان اديتك ارضك من ورث ابوك عشان تزرع فيها على كيفك. صح، بزرع فيها على كيفي، بس انت بتجي في اخر الموسم وتلم المحصول كله وتبيعه وتحط فلوسه في جيبك. عشان خايف من ولاد الحرام يضحكوا عليك ويميلوا دماغك وياخدوا القرشينات. وبعدين انا بدي امك شهريه تصرف عليكم مني. انا مش عيل صغير عشان تخاف عليا يا صديق بيه. انا راجل واعرف مصلحتي زين. انت لساك صغير وانا اعرف مصلحتك اكتر منك. وما تسمعش الحكمة دي شيطان. وانا عرفت انك كنت حداها النهارده، واكيد هي اللي ميلت دماغك. قال يا فرعون يا فرعنك، قال ما لقيتش حد يصدني. وايه لازمته الكلام ده واحنا على الاكل؟ من عمايل منير اخوك فيكم. الله، ولا انا كابو ناصر. ربنا يهديه ويهدينا جميعا. ده ربنا هدى الناس كلها. هتيجي الحاج عنده هو وتقف تستنى بعيد عنك. يا ساتر يا رب، هو انت ما عندكش كلمه عدله ابدا تقولها؟ حق عليا اللي انا بنصحكم واقول لكم طريقكم، ده انا حتى بهدي النفوس. يا اخويا ده انت بتشعلل فيها جاز وعايز تولعها فينا. عاجبك كده يا ميزو؟ حقك عليا ما تزعلش. اسكتي يا منيره. اديني اسكت يا معتز ما اشوف اخرتها. اخرتها يا احمد منير هتسلك كل اللي واقفين قدامكم بكره طول السنه دي. ايه يا باي عليك، ده احنا مش هنخلص من السيره دي والله لا انا قايمه. لا استني منيره رايحه فين؟ خليكي قاعده. اقعدي يا منيره، العيال قاعده. هخش المطبخ. احسن برضه عملت طيب، ده حتى بيقولوا راحه الجسم بقله الطعام. اخويا امال غيرها منيره هتيجي معاكي ده بقى القانون اللي باخده نص الاكل. اكل؟ هو فين الاكل ده يا اخويا؟ ما انت خلصت على الاكل. خير يا دكتور طمنا. الحمد لله جت سليمه، ماما بقت زي الفل، ما تقلقوش عليها. امال اللي حصل ده من ايه يا دكتور؟ السكر كان عالي عندها شويه، من الواضح انها لخبطت شويه في الاكل ومش منتظمه على العلاج. خلي عينيك عليها يا اولاد. ربنا يخليك يا دكتور، متشكرين. كتر خيرك. تحت امرك يا استاذ. امر الله، ربنا يخليك. خلي عينك على امك لغايه ما اوصل الدكتور. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام الا على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. ما تقعديش بقى تقلينا عليكي كل شويه، الواحد مش حامل الخضان دي. حاضر. انا مش قايل لك امك تاخد الدواء في مواعيده؟
اهدى عشان امك تعبانه. مش المفروض تتعب يا محمد؟ جرايه يا حسام، هو بس من ساعه ما شاهين اتجوزت ومحدش بيتابع معاها. يعني شاهين اتجوزت امك تروح مننا؟ انت بتعمل ايه وانا بعمل ايه؟ مش قادر تاخد بالك منها؟ قول لي وانا قاعد جنبها. انت مش شايف انك عصبي زياده حبتين؟ زياده؟ حياه امك قدامها كلمه زياده؟ مش قصدي، بس انت مكبر الموضوع يا حسام. لان الموضوع كبير، انت اللي عيل صغير ومش قد المسؤوليه، فالح بس تدور وتتصرمح في النوادي والهبل بتاعك ده. خلاص يا حسام، ما تكبرش الموضوع يا حبيبي. انا قدامك حلو زي الفل اهو. انا اسفه ان انا عليت صوتي وانت موجوده. معلش يا حبيبي، انا مقدره والله. حسام يا فندم هو تعالى صالح اخوك. خلاص يا ماما مفيش حاجه. انت عارف ان انا لغايه امك وبتجنن، تاخد بالك من امك. اخويا الكبير ومن حقك تعمل اللي انت عاوزه. وانت عيل رزق. لا بس متربي. بصراحه متربي. هو انا طلعت من الدنيا غير بيكم؟ ربنا يخليكم ليا وما يتحرمش منكم ابدا. ولا يحرمنا منك يا ست الكل. نحلس يا اخويا. امي. طب ما هو عادي، ما امي انا كمان. اقعد بوس وانا ابوس بقى. نزل. عارفه يا ايمان، اخويا منير ده اللي بدافع عنه قدام شلبي جوزي بيطفحني الدم ووريني الويل، بس اعمل ايه؟ اديني ساكته وصابره. ليه هو بيعمل ايه تاني؟ انت فاكرك بيديني الشهريه اللي بيبعتها لي الحاج كل شهر؟ امال ايه؟ ابدا، بقاله 3 شهور مش بيديها لي، وبيطلع لي كل شهر بحجه وحجه. معقوله؟ واكتر من كده كمان. حتى لما كان بيديها لي كان بيقرطم منها. طب انت ليه ما قلتيش لحاج؟ اخاف اقول له يتعصب زي عادته ويجرى له حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما انا عارفه اقول لك يا منيره. ورغم ده كله ما بستحملش شلبي يجيب سيرته في حاجه. طبيعي لازم تدافعي عن اخوكي قدام جوزك. اصل انا عارفه شلبي جوزي ده يحب طول عمره يدي في حقن، يولع الدنيا دي كلها حريقه. اللي زي اخوك منير ده يا ميزو، اللي يسكت له يركبه ويدلدل رجليه. ده عايز واحد بقى يلبس له الوش الخشب ويحاسبه على الصغيره عن الكبيره. شلبي ما تنساش ان منير ده اخويا الكبير. ما هو المصيبه ان اخوك الكبير، امال لو كان حد غريب كان عمل فيكوا ايه؟ ما اقدرش اخسر اخويا حتى لو اكسب كنوز الدنيا كلها. يا سلام على قلبك الابيض الطيب، والله انت غلبان، انت اختك الغلبانه اللي جوه دي، ده لو ناس تانيه كان خلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. ما كفايه بقى يا شلبي، انت ما عندكش سيره غير سيرتنا مع منير ولا ايه؟ تامر ولا تامر، اشفط بطنك وقوم هلا، قوم بقى. يا نهار اسوخ ومنيل، انا قلت لامك 100 مره ما تلبسكش فلينه الحراميه دي، قوم. سيبه النهارده اجازه من المدرسه. انا جايب له شوكولاته عشان يروح بيها المدرسه ويتنطط على زمايله. سيبك من تنطيط ابنك وخلينا في تنطيطك انت. ما خلاص يا بنت خلاص، انا صالحت ابويا وكسبت رضاه وبقينا زي السمنه على العسل دلوقتي. اهو كده ابوك يبقى راضي عليك وتتقي شر غدره. اسمع كلام مراتك حبيبتك تكسب. لو كنت سبته زعلان منك ما تضمنش، ممكن بكره الصبح يكتب الحكايه كلها لمعتز ومنيره بالعند فيك. انما طول ما انت بتاخده على قد عقله هيديلك الامان ويعمل لك اللي انت عاوزه. ولو كان ابوك عاوز يسلف اخوك سلفه وكتبه وصل امانه بالمبلغ. وصل امانه يا بنت اللذينه. يا شاهين ده كويسه والله. يا حبيبتي والله ماما زي الفل، انا مش عارف انت بتعملي ليه كده، بس مفيش حاجه. اهدي. الله يخرب بيتك يا محمد، قالها وقلقها. معلش يا حبيبتي اهدي. طب ممكن تهدي؟ طب هات وانا هكلمها. هي مش هتطمن. طب هتكلمك بنفسها اهي، هتكلمك اهي. خدي. الو. ايوه يا ماما، الف سلامه عليكي يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي، انا كويسه خالص، ما تقلقيش. كده برضو يا ماما تبقي تعبانه وانا اخر من يعلم؟ يا حبيبتي ما حبيناش نقلقك، وانت عروسه بقى في شهر العسل. يا ماما عسل ايه بس؟ انا قلت لساهر ان احنا لازم نرجع حالا، هناخد اول طياره وهنكون عندك. مش مستاهله يا حبيبتي، دول كانوا شويه تعب وراحوا لحالهم الحمد لله، وانا بقيت كويسه وزي الفل دلوقتي. بجد يا ماما ولا بتطمنيني وخلاص؟ لا يا حبيبتي بجد والله انا كويسه وزي الفل، وين لو كان في اي حاجه كانوا اخواتك كلموكي وقالوا لك انزلي انت وجوزك، بس انا عاوزاكي تطمني انت وساهر وتتبسطوا بقى كده وتتفسحوا وترجعوا لنا بألف ألف سلام. حاضر يا ماما، بس وعديني ان انت هتاخدي بالك من صحتك، واحنا كلها يومين بالكتير وهنكون عندك ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي ترجعوا لنا بألف سلام. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الله يسلمك يا حبيبتي، مع السلامه. هيا يا ستي اطمنتي؟ لا. ليه يا حبيبتي؟ مش قلت لك حاجه بسيطه وهتعدي ان شاء الله؟ يا رب يا ساهر، ربنا يستر بقى. ربنا يحفظك يا طنط. يا رب. هو انا ليه مش مصدق نفسي ان انا قاعد معاكي وبنتكلم وعيني في عينك كده؟ ليه؟ طب شيل ايدك، اتكلم ببقك، انا سامعاك كويس.
معلش انا اسف، انا اصلي اندمجت شويه. اندمجت ولا انت واخد على كده؟ انا والله ابدا، ده انا اغلب من الغلب والله. مش باين، بس انا هحاول اصدقك. على فكره انا من ساعه ما شفتك حاسس ان الدنيا بعد ما كانت مداني ظهرها ومخصماني رجعت تصالحني تاني. برافو، ده انت حافظ كويس. والله هو اللي قالها لي كده بالظبط. عجبتك؟ اه. طب بقول لك ايه، انت احلى من اللي كنت بحلم بيها. افلام عربي قوي وقديم كمان، افلام قديمه والله هو اللي قالها لي غاوي افلام قديمه. طب تحبي مناسبه الافلام ازعق كده باعلى صوتي زي ما كان بيعملوا واقول ان انا بحبك؟ زهق. مش شرط بقى عشان انا ظابط وليا هيبه برضه، ده نادي شرطه. خلينا بقى في الجد. انا شايف ان انت معجبه بيا جدا وهتموتي عليا وبصراحه وانا كمان، فشايف ان احنا نختصر الطريق ونكلم سياده الله. انت مغرور. طب عيني في عينك كده. ليه؟ بطل بقى. بطل بقى، يبقى كلم سياده الله. ادخل. اهلا يا حسام، تعال اتفضل. ازيك يا باشا؟ قول لي ايه اخبار الرجاله بتوعك في الصعيد ووادي بحري وجنوب سيناء؟ كله تمام يا فندم، ببلغهم تعليمات سعادتك كله تمام. انا عارف ان الحمل تقيل عليك، بس انت قدها وقدود وبتقوم بواجبك تمام، بدليل ال4 ضبطيات في 3 شهور. يا فندم البركه في سعادتك، كله بدعم سعادتك يا باشا. على فكره نجاحاتك دي واصله للسيد الوزير، عايزك تحافظ على النجاح ده وبنفس الحماس عشان ترفع راسنا لفوق بقى. ان شاء الله كله بحس سعادتك يا باشا. انا عارف ان انت بتجهز لفرحك ومشغول لشوشتك، عشان كده عايز انزل ظابط معاك. ايه رايك بقى؟ عايز عادل ولا حامد؟ لا 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 حامد ايه يا باشا؟ حامد ايه يا باشا؟ عايزين المأمورية تخلص النجاح ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا فيه. ليه؟ ابوس ايدك بلاش حامد يا باشا، انا وهو ما بنتقابلش في طريقه الشغل، يعني شغله ما بيعجبنيش يا فندم. انا معايا معتز، ولو احتجت ظابط زياده هقول لسعادتك. خلاص اللي يريحك وربنا يوفقك. الله يكرمك يا فندم، تعليمات سعادتك. شكرا، متشكرين. هنزل حضرتك يا فندم. مع السلامه يا عريس. بقول لك ايه اللي شرفت وشك كده يا عمر؟ ولا حاجه، شويه بلطجيه طلعوا عليا، خدوا مني الموبايل وخدوا مني فلوسي. بس انا اديت له 1000 جنيه عشان ينزل يشتري موبايل جديد، امال يقعد من غير موبايل؟ ما يصحش. ها وجبت موبايل؟ طبعا، انا اقدر امشي من غيره؟ لا يبقى خلي بالك على نفسك يا حبيبي، وخلي بالك على موبايلك. حاضر ان شاء الله. انا اذنك يا ماما، انا هخش استريح شويه عشان جاي تعبان قوي. استنى يا حبيبي، بس هعمل لك حاجه تاكلها ويدخل نام على طول. ما تتعبيش نفسك، انا اذنكم. عمر ممكن افهم بتكذب علينا ليه؟ انا ما بكذبش على حد. لا بتكذب يا عمر. ما بكذبش. عمر انت اخويا وانا عارفاك. على اساس ايه بتقولي ان انا كذاب؟ على اساس انك انت قلت انك اشتريت موبايل جديد، صح؟ قلت. ممكن اشوفه؟ اتفضلي. ده موبايلك القديم. لا مش هو، ده واحد شبه. بلاش بجاحه، ده تليفونك القديم وانا عارفاه. يا ستي مش هو، اشتريت شبه ويوسف. ايه بقى؟ بقول لك ايه يا عمر، اتبسط بيه يا حبيبي، كما تدين تدان، اللي بتعمله في امك هيطلع عليك، وبقى اقول ايمان قالت. الو يا حسام باشا. ازيك يا حلمي؟ اخبار السياحه على حسك ايه؟ طمني. الزبون حجز عندنا تذكره سفر وهيسافر بكره الصبح يا باشا. انت متاكد؟ طبعا يا باشا، وانا عمري بلغت سعادتك بحاجه غلط. على فكره الشركه عامله عندنا عروض هايله لتركيا. لا انا خلاص حجزت في الغردقه، حلو قوي على قدنا. الف مبروك يا باشا، نجاملك بقى مره تانية. مجاملتك ليا انك تبلغني باي حاجه، حد مسافر تبلغني اقول له مع السلامه، حد راجع تبلغني عشان اقول له الحمد لله على السلامه. امرك يا باشا. الامر لله يا سيدي. مع السلامه. يا ابن الكلب يا طاهر، ما وريتك. ماشي. الو انت فين يا زفت الطين؟ أني هنا يا باشا، في هنا. وحياة امك وبتعمل ايه عندك؟ ولا حاجة، مستني أي معلومة جديدة عشان أبلغك بيها. وما بلغتنيش ليه إن الزبون حجز تذكرة سفر وهيسافر؟ ها؟ ماني يا باشا يعني كنت مستني لما أتأكد إن هو سافر وأبلغك. يا سلام يا فرحة أمك بيك. بس أنت ما شاء الله عليك يا باشا، عرفت المعلومة دي منين؟ ولا وأنت فاكر إن أنا ما عنديش غيرك؟ أنا ليا بدل العين 1000 وأعرف تبت النملة. يا باشا يعني هي جت عليا. اسمع يا بني آدم، تبلغني بأي معلومة مهما كانت تافهة بالنسبة لك، سامع ولا لأ؟ اللقم والخبز ده مش هيمشي عليا. آخر مرة تخبي عني حاجة، فاهم ولا لأ؟
مفهوم يا باشا. غبي. هتعود كتير في السفرية دي. كلها كم يوم وهعود على طول. أنا حطيت لك خلجاتك كلها في الشنطة الكبيرة، خصوصا الخلجات التقيلة، عشان لو الجو برد هناك ولا حاجة. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. خلي بالك من صحتك، وعاوزاك تاكل زين، ومليكش دعوة واصل بالخواجات اللي بره، مفهوم؟ مفهوم يا ستي. طب والنعمة الشريفة هتوحشنا يا سيدي دياب. تعيش يا طاهر. بقول لك ايه، النبي يا سيدي دياب أنا مش عايزك تنساني في الحباية ال 100 مللي. 100 مللي يا طاهر، 100 مللي. أنا مش عايزك تفهمني غلط، أنا قصدي يعني 100 مللي عشان يبقى زيادة الخير خيرات، ولا هي جت علي؟ تروح وترجع لنا بألف سلامة يا دياب. سلمك يا محروس. محروس، وعاك تكون زعلت مني ليلة الفرح، أصلي كنت مخنوق هبابة. لا ولا يهمك، المهم دلوقتي تكون راقد خنقتك. تاخد بالك من حكمة وتحطها في عينيك من جوا. أبا هتوصيني على أختي ولا إيه يا دياب؟ عاوز حاجة أجيبها لك من بلاد برا وأنا مسافر؟ إذا كان كديها عاد عاوز جزازة تقيلة. اسمها تكيلة. تكيلة هي محروس. أيوه هي دي اللي هتقول عليها. على ما تسافر وترجع أكون أنا سافرت مصر، قضيت كم مشوار وعاودت. ربنا يحميك يا ولد. هتاخد الطيارة وتتدلى على دبي، منيها هتطلع على تركيا، بعد هتسافر طوالي على كرواتيا بالباسبورت بتاعك بتاع جنوب افريقيا عشان تقابل الخواجة وتخلص معاه. Napravit ću haos kad te bez ičeg ostavim, kada te napustim. Ona iz fazona, ona bi s tobom ozbiljno, đavolom ozbiljno. Ma kad je šteta nekelom, ja ostajem u stanu tvom, sa dušmanima budi drug, ma samo idi srećan put. Mile moje milo, imat ću svega, treba i garaže da mi se neka ješ, da ti se uskosnilo bit će do neba, osim mene da me opsuješ. Mile pameti za juče i sutra, za tebe molit ću se sigurno svaki dan, za mogu bi se odavde do jutra, budi mi živ, zdrav i nasmijan. Mile moje milo, imat ću svega, treba i garaže da mi se neka ješ, da ti se uskosnilo bit će do neba, osim mene da me opsuješ. Mile pameti za juče i sutra, za tebe molit ću se sigurno svaki dan, za mogu bi se odavde do jutra, budi mi živ, zdrav i nasmijan. Mile moje milo, imat ću svega, treba i garaže da mi se neka ješ, da ti se uskosnilo bit će do neba, osim mene da me opsuješ. Mile pameti za juče i sutra, za tebe يعني هو زمانه لسه حالا واصل اوروبا. واصل فين يا اخويا؟ اوروبا. طب ايه رايك بقى نفتح انه وصل بقاله 5 ساعات واستحمى وغير هدومه واتغدى وبالاماره كمان سمك. بسم الله ما شاء الله عليك يا باشا، ما شاء الله عليك يا باشا، ما بيتفوتش فوته ولا فتفوته وحياتك. اسمع لا،
انا عايزك تفتح عينيك واي خبر جديد تبلغني بيه فورا، خصوصا ميعاد وصول الواد اللي اسمه دياب ده، مفهوم؟ اوامرك يا باشا، اوامرك. ايه هتقعد تفرك في ايدك كده كتير ولا ايه؟ عايز ايه؟ يعني مش عايز حاجه يا باشا يعني. طيب امشي. ايه؟ امشي. السلام. ماشي يا باشا. سلام يا باشا. السلام يا اخويا. سلام. هات البنطلونات على مقاسك بدل ما تقع منك يا مصطفى. على قدينا يا باشا. لا انا مش هخرج معاكم النهارده. ليه بقى؟ كده هخرج مع ريهام. ريهام؟ ريهام مين دي؟ ريهام بتاعت النادي يالا. اللي انت اتشلفطت عشانها، صعبت عليا قوي والله. انت متخلف يالا، اسمها اتلطشت. هي اللي اتلطشت عشانها. الله 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 الله، الظاهر كده ان السناره غمزت يا محمد باشا. شكلها كده. بس البنت دي مش بتاعت حوارات، وشكلها محترمه، مش بتاعت لف ودوران. وانت حد قال لك ان انا هاخدها والف وادور بيها؟ طب رسيني. مش عارف، بفكر اخطبها. مش انت برضو اللي كنت بتقعد تقول والله العظيم ما هتجوز، والله العظيم ما هرتبط؟ في ايه يا سيدي؟ انا عيل ورجعت في كلامي، انت مال اهلك؟ يا سيدي انا بتكلم بجد، انا مش عايزك تتسرع عشان ما تندمش بعد كده. وانا برضو بتكلم بجد. البت داخله دماغي وقاعد بفكر فيها كتير، وعايز اقول لك على حاجه غير كل الزباله اللي انت عرفتني عليهم. طب بقول لك ايه، غور انت في داهيه بقى دلوقتي عشان هي علوتك. يلا. هو انت ليه وحشاني قوي كده؟ بقول لك ايه، هو انت عندك اكاونت على الفيسبوك؟ فيسبوك؟ فيسبوك ايه غريبه؟ لا مش غريبه، بس يعني انا راجل ما عنديش وقت للموضوع ده ابدا. طب اعمل بقى اكاونت على الفيسبوك عشان اعمل لك اد عندي. ما طبعا هنعمل اد وهنعمل فيسبوك، بس بعيد عن الفيسبوك هو انا مش هشوفك. محمد طب انا هقفل دلوقتي عشان بابا دخل عليا. اوكي باي. لا لو سيادة اللواء غور انا في داهيه طبعا.